احلى السكرابات اللي ممكن تجربيها على الجسم بتاعك. نعومه، ترطيب، ازاله الجلد ميت، كل حاجة حلوة هتلاقيها في ده. الريحة فواحة، ولا أحلى ولا أروع. لو انت حابة تتفرجي على كل التفاصيل بتاعة السكراب ده من أحدث المنتجات بتاعة ماي واي، كملي طبعا معانا الفيديو للآخر. اهلا بيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. استكمالا كده للسلسله بتاعه المنتجات الجديده اللي نزلت معانا في كتالوج ماي واي في شهر 10 2023، واستكمالا للحلقات ديت جايين النهارده في فيديو جديد بمنتج جديد. المنتج اللي كلكم طلبتوه مني اللي هو السكراب، من احدث المنتجات اللي نزلت معانا، لان السكرابات دي ما كانتش موجوده قبل كده ولسه نازله معانا. فيا ترى السكراب ده هيبقى حلو، يا ترى السكراب ده هيبقى وحش؟ عايزين نشوف كل اللي فيه ونبدأ نتكلم عنه وكل أسعاره كمان. بس قبل ما نبدأ، فضلا وليس أمرا، كل اللي مش مشترك في القناة طبعا يشترك ويفعل زر الجرس ويختار الكل علشان يوصل له كل الإشعارات أول ما ننزل أي فيديو. واللايك يا بنات، عايزين نرفع الفيديو. يلا نصلي على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش مع بعض على الفيديو. أولا المنتج أهو. الباكج عجبني جدا. بصوا الغطا معدن، بصوا هو بلاستيك بس تحسيه ازاز. بصراحه الباكج عجبني جدا جدا جدا، شكله حلو قوي. ده ايه يا بيبو؟ ده سوفت سكين بادي سكراب للجسم بخلاصه المشمش، الحجم 170 جرام اهو. سكراب للجسم غني بالمقشرات الطبيعيه بخلاصه المشمش، والحجم بتاعه 170 جرام، حجمه حلو. الانتاج بتاع شهر 9 2023، لانه من احدث المنتجات اللي كانت نازله. بصوا بقى مكتوب عليه ايه. ده سوفت سكين سكراب للمشمش للجسم غني بالمقشرات الطبيعيه، بيزيل خلايا الجلد الميته، بيعمل على ترطيب البشره، بيسيبها برائحه رائعه. طريقه الاستخدام: اثناء الاستحمام بنحط كميه وفيره من السكراب بتاع سوفت سكين، وبنفرك بلطف بحركات دائريه على الجسم لمده 10 دقائق، ثم نغسله بالماء الفاتر. تقدري تستخدميه من مره ل2 في الاسبوع عشان تحصلي على ايه؟ على بشره ناعمه. تمام تمام. وطبعا من ضمن المحاذير لا يستخدم على البشره المتهيجه، وده شيء طبعا طبيعي ومنطقي. طيب تعالوا بس نشوف اهم حاجه في المنتجات. في ايه؟ في جليسرين، في حمض الجلايكوليك، في خلاصه الليمون، دي من ضمن الحاجات. وفي الفازلين، في الستريك اسيد، في شمع النحل. انا بقول لكم الحاجات اللي هي اهم المكونات اللي تبقى ايه مفيده لينا، او هي اللي بتفرق معانا. تمام تمام كده. انا قلت لكم كل حاجه، وطبعا زي ما قلت لكم هو شركه مصريه، لان هو شركه ماي واي، وبيقعد 3 سنين من تاريخ الانتاج. تمام تمام. تعالوا بقى نفتحه نشوف من جوه الباكج عامل ازاي. باكج اهو، في الغطا ده طبعا واضح ان انا مستخدماه. بصوا قوامه تقيل جدا. بصوا ما بيتهزز، يعني ما بينزلش. بصوا اهو، بصوا قوامه تقيل. طب تعالوا نشوف الريحه بتاعته. ريحته مش لا، ريحته مش. بصوا هو ريحته مش ومفيهوش فواكه. ريحته ريحه نظافه، مش قادره اقول لكم ان هو ريحته ريحه نظافه. طبعا انا مش اول مره اشمه، وانا شماه وعارفاه. تعالوا بس ايه نشوف كده، ناخد الحته دي. عارفين هو احساس الزبده؟ انا احساسي في الكريم ده احساس الزبده. طبعا الحبوب واضحه وباينه وضوح الشمس. بصوا انا خدت كميه بسيطه. بصوا لما هتيجي هتفرد تبقى عامله ازاي. بصوا الجمال، بصوا كميه الحبيبات اللي موجوده. ملحوظه بس، السكراب ده للجسم مش للبشره، ما يتحطش على الوش يا بنات. السكراب ده زي ما قلت لكم ايه، للجسم بس. تمام تمام. بصوا الحبيبات كبيره. تمام. الحبيبات كتيره واضحه، بتعمل تقشير قوي جدا على فكره للبشره. فبالراحه وانتوا بتفركوا، خصوصا للناس اللي جلدها حساس، لانها بصراحه الحبيبات حلوه. عارفين انا حاسه ملمس الحبيبات ده عامل زي ايه؟ عامل بالظبط زي، عارفين لما بنيجي نشرب الباكيتات بتاعه الشاي الاخضر؟ حساها بالظبط الحبيبات ديت زي الحبيبات بتاعه الشاي الاخضر. وعلى فكره فيها ريحه من الشاي الاخضر برضو. بصوا انا كده ما فرقتش، انا بلعب
انا بتدلع زي ما بيقولوا. تعالوا بس ايه اشيلها ووريكم الحلاوه ووريكم النظافه ووريكم النعومه. كل الحاجات الحلوه دي عايزه اوريها لكم. بصوا النظافه، اظن واضح الفرق. دي اللي عملنا عليها السكراب، اللي هو ما يعتبرش سكراب، انا كل اللي عملته ان انا فردت ويا دوبك قعدت بس ايه احرك بالراحه، كمان ما عملتش جامد. دي الايد اللي ما عليهاش سكراب. اظن الفرق واضح وخير دليل. بصوا الايد دي نطفت ازاي، نورت ازاي، تحسيها ان هي اتنفست. بص دي لا دي مطفيه. عايزه اقول لكم كميه نعومه رهيبه. عايزه اقول لكم الريحه ولا احلى ولا اروع. عايزه اقول لكم ان انت حتى بعد ما بتاخدي الشاور بتاعك الريحه حرفيا بتفضل في جسمك. الريحه حلوه قوي بجد. عجبني السكراب ده، من احلى المنتجات. رائع وبجد بيزيل كل الجلد الميت. عايزه اقول لكم بيرطب البشره حلو قوي، لان في سكرابات بعد ما بتعمليها بتسبب جفاف للبشره. لا الكريم ده، او هو مش كريم، هو زبده. الزبده دي رائعه يا بنات، رائعه في الترطيب. الريحه كمان حلوه. ليه انا قريت لكم المكونات في الاول وقلت لكم انا بقول لكم على المكونات اللي تخصنا؟ هقول لكم ليه وهقول لكم دلوقتي. بصوا يا بنات، ده من ضمن المكونات ايه اللي بيعمل لنا التقشير وايه اللي بيعمل لنا ازاله الجلد الميت. بصوا احنا معانا ايه؟ عندنا حمض الجلايكوليك، معانا كمان زي ما قلت لكم حمض الجلايكوليك من ضمن المقشرات، ومعانا كمان الستريك اسيد. الاثنين دولت من اهم المقشرات اللي بتعمل تقشير للبشره، وكمان مع المداومه على الاستخدام بتعمل على تفتيح لون البشره، وبيرجعك كمان الدرجه بتاعتك الاصليه او درجه البشره الاصليه. مش هقولك ان هو يفتحك ان هو يخليكي بيضه، لا هو هيرجع الجلد للدرجه بتاعته اللون الاصلي، ويشيل كمان التصبغات. طب ايه كمان اللي بيعمل لنا الترطيب الحلو اللي انتي موهومه بيه ده يا بيبو؟ بصوا معانا جليسرين، تمام معانا بارابين، معانا زيت البارافين، معانا كمان البانسينول، معانا كمان الفازلين، معانا كمان شمع النحل. كل دي مرطبات بتعمل على ترطيب الجلد، بتعمل على النعومه اللي انت بتحسي بيها. فهو تفتيح وترطيب وازاله جلد ميت. وعايزه اقول لكم البشره زي بشره الاطفال بالظبط، الملمس بتاعها حلو جدا. فبصراحه عجبتني قوي. بتحسي ان انت بعد ما بتعمليها شلتي كل الجلد الميت وكل الاوساخ كل القشور. البشره رجعت تتنفس تاني، البشره رجعت صحصحت تاني. فلا رائع. شابو ماي واي، شابو بجد على المنتج الحلو ده. هاتوه يا بنات، هاتوه على ضمانتي. وسعره كمان حلو جدا على فكره، سعره مش غالي اطلاقا، والحجم حلو. وعايزه اقول لكم ان اقل كميه منه بتفرد على مساحه كبيره جدا. فهو حلو قوي. هيغنيكي كمان عن السكرابات القويه او المقشرات القويه او الليفه المغربيه. صدقوني ده حلو قوي. استخدميه. انا رايي ان احنا نستخدمه هي مره واحده بس في الاسبوع، لان هي الحبيبات بتاعته قويه. لو انت بقى كان عندك احتياج تاني او شايفه ان المنطقه عندك محتاجه اكتر، خليهم مرتين في الاسبوع، ما تكتريش عن كده، لان الحبيبات بتاعته قويه وبيعمل تقشير قوي جدا. فانت خليه في الروتين الاسبوعي بتاعك في الشاور مره كل اسبوع، وتفرجي على حلاوه الجسم، تفرجي على النعومه بتاعه الجلد، تفرجي على الطراوه، تفرجي على المرونه بتاعه الجلد. حلو جدا. ارشحه وبقوه، واللي جربه يقول لي اذا كان متفق معايا في الراي ولا لا. او زي ما قلت لكم ده للجسم يا بنات، مش للبشره، مش للوجه، لان هو هيبقى قوي جدا على البشره وهيبقى حامي جدا. انا لغايه هنا وصلت لاخر الفيديو. ولو كان الفيديو والريفيو عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.